هو الدرب الاحمر ليه اتقال عليه الاحمر؟ ليه مش الدرب الاخضر ولا الدرب الاصفر؟ القصه بقى ان بعد حادثه المماليك المشهوره اللي هي مذبحه القلعه يعني، واللي قتل فيها محمد علي كل المماليك، المنطقه دي بقى كانت غرقانه دم، ما هي كانت مجزره، لدرجه ان الدم اللي ملى المكان فضل لفتره طويله جدا مش عارفين يتخلصوا من اثاره، فتعرفت بالدرب الاحمر. ضرب البرابرة بقى، واللي واضح من اسمه ان اللي كانوا عايشين في المنطقة دي كانوا من الافارقة. طب هما مين الافارقة دول؟ واشمعنى كانوا عايشين في المنطقة دي بالذات؟ القصة بقى ان الافارقة والسودانيين اللي كانوا عايشين في المنطقة دي بالذات يبقوا العمال والخدم اللي كانوا بيشتغلوا عند سكان منطقة درب الاغوات، واللي كان بيسكنها اصحاب الطبقة الارستقراطية من البلاط الملكي، ولان العمال الافارقة دول اتمركزوا في المنطقة دي بالذات فسموها درب البرابرة. العباسية بقى ما كانش اسمها العباسية، كان اسمها أرض الطبالة. في عام 1849 أنشأها عباس حلمي الأول عشان تكون سكنات للجيش، وسموها طبعا العباسية نسبة لاسمه، لكن بعد كده بقى ما بقتش سكنات وبس، بدأوا يبنوا فيها مباني وبقت من أجمل المناطق، وما كانش بيسكنها غير الأغنياء.